أما بقى الثقة الحقيقية اللي مبنية على علاقة أمانة بينك وبين نفسك، اللي فعلا نابعة من جواكي، هادية، مش محتاجة تثبت حاجة، بتبان كده بشكل هدوء، وضوح، قبول للغلط، حدود محترمة، رأي ثابت حتى مع الاختلاف. صاحبتها لو اتنقدت بتفتكر وبتفكر هي مين وهي عايزة ايه. لو اترفضت مش بتنهار، ولو غلطت بتتعلم. الثقة دي بتقول أنا مش كاملة بس أنا كفاية، وعلشان كده مش بتقارن نفسها بأي حد، ومش بتشرح نفسها لأي حد، ومش بتجري ورا القبول المزيف بتاع الناس. ده مش إحساس مؤقت، ده بيكون نتيجة شغل داخلي طويل. والخلاصة الحقيقية ما بين الثقة المزيفة والثقة الحقيقية إن لو ثقتك بتزيد مع التسفيق يبقى أنت عندك ثقة مزيفة وما بتقبليش النقد، ودي مش ثقة، دي ست مكسورة. إنما الثقة الحقيقية بتفضل ثابتة حتى لو محدش شافك.